ولكن كتر من هاد الشي كامل، داكشي اللي حسيت به وانا جالسه في ديك الطبله في داك الصباح د الخميس المغيم هو واحد العيا عميق وثقيل. ماشي الغضب، غير داك الثقل ديال المعرفه انه واحد الشخص شاركتي معاه الاعياد، ولدو كنتي كتحماقي عليه، دارو مشيتي ليها عشرات المرات، شاف فيك وقرر بانك يا اما ما غاديش تلاحظي يا اما ما عندكش اهميه باش تمنعيه. فكرت في ولدي وهو كيصلح ديك الدار، انا عارفاه كيفاش كيخدم، شفتو في العوارش ملي كان صغير، ديك الطريقه باش كيرد البال للتفاصيل الدقيقه، الطريقه باش كيهدم حيط ويعاود من الاول غير الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك. كان غادي يفكر في كل قنت في هذيك الدار وانا في بالو، الباركو المغطي، حيت مرة دازت سنين كنت ذكرت باللي بغيت نشرب قهوتي برا في الصباح، ولكن ما كانش كيعجبني نجلس في الشمس نيشان، كوزينة مصاوبة لشي واحد كيطيب بالصح. كان غادي يفكر مزيان في كل اختيار، وهي شدات هاد التفكير كامل، هاد الحب كامل، وكراتو $750 في الشهر. ولدي واجه مرتو ديك العشيه، عاود ليا من بعد وما غاديش نعاود لكم كل شيء، حيت شي حوايج في ديك الهضره خاصها تبقى غير بيناتهم. ولكن هي ما نقاتش، كانت عيانه وحشمانه وشرحات ليه على خوها، وكان باين فيها عذاب حقيقي فاش قالت ليه كانت ناويه تكون لولدي من بعد ما تخلص داك الدين، باللي كانت كتقول لراسها هادشي غير مؤقت، وباللي كانت غتلقى شي طريقه باش تشرح ليه. وقالت باللي كانت عارفه حتى فاش كانت كدير داك الشيء انه ما كاين حتى شي تفسير حقيقي ليه. قالت باللي كانت كتقول لراسها باللي كنت بخير في برطمتي وكان بان بخير، واخا يمكن ما كنتش كاع باغي نتحول. بقيت كنفكر في هاد الهضره واحد شويه، الفكره ديال انني بخير كانت سبب باش يبقاو ياخدوا مني شي حاجه. ولدي طلب مني نجي نتعشى معاه من بعد يومين. كنت قريب ما نمشيش، ماشي حيت ما بغيتش نشوفو، ولكن حيت ما كنتش متاكده واش قاد نجلس قدام مراتو وانا عارفه داكشي اللي عارفه، ونشد في راسي بواحد الطريقه محترمه. انا استاذه متقاعده ماشي ممثله، ولكن مشيت حيت حفيدي كان غيكون تما، وداك الولد ديال 8 سنين ما عنده حتى يد في هادشي كامل، وما يستاهلش يحس بالغياب ديال جدو في طبلات العشاء. هي اللي طلقتني في الباب، ماشي ولدي. هي كانت باينه كتسنى فيا، واقفه في الدخله د الباب ويديها مشبكين قدامها بحال شي حد كيتسنى الحكم ديالو. كانت كتبان بحال يلا ما نعساتش هادي يومين، وكنظن بصح ما نعساتش. قالت خاصني نطلب منك السماحه اكثر من السماحه، ولكن بغيت نبدا من هنا. شفت فيها واحد الشويه، بقات شاده فيا الشوفه، هادشي كيبغي الجرأه. نعترف ليها بهادي، قلت يلا ندخلو. جلسنا في الصالون. هي كانت باينة كتسنى فيا، واقفة في الدخلة ويديها مشدودين قدامها بحال شي واحد كيتسنى الحكم. كانت كتبان بحال إلا ما نعساتش هادي يومين، وكنظن بصح ما كانتش ناعسة. قالت خاصني نطلب منك السماحة أكثر من السماحة، ولكن بغيت نبدأ من تما. شفت فيها واحد الشوية، بقات شادة فيا الشوفة. هادشي كيبغي الجرأة، نعترف ليها بهادي. قلت يلا ندخلو. جلسنا في الصالون، كنا بثلاثة بينا، حفيدي كيلعب بشي حاجة بالجهد في البيت اللوراني، وأصوات الحياة العائلية العادية جاية من جهة أخرى في الدار، بحال شي تفكير بديك الشي كامل اللي كان على المحك. عودت ليا كل شي من عندها بلا ما تسنى ولديك من اللي ناقص. خوها جا عندها وهو مخلوع، واحد من الناس اللي كيتسالوه جا عنده تا للدار، وهضروا معاه باللغة باش كيتهضر في هاد النوع ديال الكريديات. تخلعات، شافت في الأملاك اللي في صندوق الائتمان. الدار اللي ما كانتش كتدخل والو، ما كان ساكن فيها حد، وكانت خدات واحد القرار في واحد الساعة ديال الخلعة اللي دوزات عامين وهي كتحاول ما تفكرش فيه. قالت كنت ديما كنقول لراسي غادي نقادها، كنت كنقول الشهر الجاي من بعد ما نخلص الكريدي غادي نقول لماركوس غادي نلقى شي حل باش نقاد الامور. ومن بعد كيدوز شهر اخر. قلت ليها الشهورة هكا دايرين. حركات راسها بالموافقة، عينيها كانوا حمرين، ما كانش كتمثل. دوزت سنين وانا كنشوف في المراهقين كيحاولوا يتصنعوا الندم باش وليت كنعرف نميز الحقيقي منين نشوفه. قالت رديت أزمة خويا مشكل ديالك بلا خبارك وبلا إذن ديالك، وكان عندك كامل الحق تكوني في ديك الدار. ماركوس بناها ليك، كانت ديالك.
بقيت كنفكر في هاد الشيء لواحد شويه. شنو غادي يوقع مع خوك؟ سولت. بانت عليها شويه ديال الدهشه. هذا كان اول سؤال عندي. راه كيتعاون، كيدير استشاره نفسيه، هو عارف شنو درت وشنو غامرت به. وهو سكتات. هو حشمان، باغي يعتذر منك حتى هو الا قبلتي. في الاخر شفت فولدي كان كيشوف فيا بتركيز ديال شي واحد داجا خدا قراراته في هذا الموقف، ودابا كيتسنى يشوف انا شنو غندير. بغيت نوضح انني ما سمحتش ليها في داك الصالون. المسامحه ماشي شي حاجه كنآمن بها انها كتصنع بالوقت، واي واحد كيقول العكس عمرو جرب يسامح بصح. داكشي اللي درت كان شي حاجه صغر واكثر صدقا. قلت ليها انني سمعتها، وانني ما غنخليش هادشي يسمم العائله، وان الباقي غيجي مع الوقت. داكشي كياخد الوقت. قالت هادشي كتر من داكشي اللي كانت كتستحق. ما عرضتهاش، ولكن ما زدت حتى انا والو. الكرايه ديال سيكامور كملوا الكونطرا ديالهم 8 شهور من بعد. ولدي تكلف بالمرحله الانتقاليه باحترافيه. هما ما داروا حتى حاجه خايبه، ما كان في راسهم والو على هادشي كامل، وهو حرص على انه يعطيهم اشعار ووقت كافي باش يلقاو شي حاجه جديده. السيده صيفطات واحد الكارطه فاش مشاو، كتقول فيها شحال عجبهم الفيراندا المغطيه. وانا قررت نعتبر هادشي مضحك عوض ما يكون مدمر. تحولت للدار في واحد السبت في شهر اكتوبر. ولدي جا هو وولدو، وبدينا كنهزو البواطات من البرطما، والولد الصغير عين راسو المشرف الرسمي على التيكيطاج. خدمه اللي خداها بجديه كبيره، بستيلو كحل وسكوتش كيبدا يتيكيتا في كل شيء، بما في ذلك واحد البوله، ماكينه القهوه ديالي، وواحد الوقيته حتى الصباط لسري ديال ولدي. وقرفت في داك البالكون مغطي في العشيه الاولى والكاس ديال القهوه في يدي، وكنشوف الضو كيولي ليموني فوق الشجره ديال الجاري، وكنفكر في كاع داكشي اللي داز باش نوصل لهاد اللحظه العاديه. كانت مرتي غاديه تحماق على هاد البراندا. قررت باللي كانت عارفه بها كيف ما كان الحال. انا ومرات ولدي عندنا علاقه مختلفه دابا، ماشي علاقه خايبه نقدر نقول، واخا ممكن هادشي يفاجئك. العلاقه دابا صريحه اكثر من اللي كانت قبل. ديك المجامله السطحيه ما بقاتش، ولكن حتى ديك المسافه اللي كانت تحت منها ما بقاتش. ولينا كنهضروا بطريقه مختلفه، بحذر اكثر وبشكل مباشر اكثر. هي حدامه باش تعاود تبني شي حاجه، وانا كنشوف المجهود اللي كدير، وانا كنحترم المجهود واخا مازال هاز الجرح اللي هي كتحاول تداويه. واحد المره سولني ولدي من بعد ما سكنت بشي شهور واش انا مرتاحه كيف ما ولاو الامور. كنا جالسين في الباتيو بجوج بينا، والشمس كتغرب كيف ما كتغرب في شهر 10، دغيا وذهبيه وشويه حزينه. قلت ليه الصراحه باللي فرحانه حيت عرفت، وفرحانه حيت ما خليتهاش تحرق كل شيء، وباللي اصعب حاجه ماشي هي نسامح لمراتو، اصعب حاجه كانت هي نواجه شحال هادي وانا عايشه بخير في بلاصه ماشي ديالي بصح. وشحال ساهل عليا كنت قبلت باقل من داكشي اللي كان مقدر ليا. شحال من صباح كنت كنشوف في داك الباركينغ وصافي تقبلت الامر، حيت ما كنتش عارفه باللي كاينه شي حاجه اخرى. قال ليا كان خاص هاد البلاصه تكون عندك هادي 3 سنين. قلت ليه دابا راه عندي. مد يدو وشد ليا في كتفي. ديك الطريقه اللي كيديروها الرجال فاش حتى كلمه ما كتكون كافيه باش توصف كبر الاحساس. بقينا جالسين في البالكون حتى بانوا النجوم. حفيدي نعس فوق الداري لداخل، لابس فردة ومحيد فردة، بحال كيف كينعسوا الدراري الصغار نعسة كاملة وبلا حسابات. مرت ولدي كانت كتغسل المواعن العشاء في الكوزينة، والشرج محلول، وكنت كنسمع الماء كيطيح والأصوات الخفيفة ديال شي واحد كيحاول يدير حركة عادية من بعد حركة. ما غاديش نقول لك كانت نهاية مثالية. النهايات المثالية هي ديال الناس اللي ما عاشوش ما فيه الكفاية باش يعرفوا بأن الحياة ماشي هكا دايرة. اللي غادي نقول لك هو أنها كانت نهاية حقيقية، ما كاملاش ومستمرة وشادة في راسها بالاختيار ماشي بالظروف. ومن داك النهار كل صباح كان خرج لهنا بقهيوتي قبل ما يفيق أي واحد، وكان جلس في الكرسي اللي اختار ولدي لهاد البالكون. حيت تفكرت شي حاجه كنت قلتها شحال هادي، بلي كنبغي نشرب قهوتي برا في الصباح.
ولكن ما كيعجبنيش نجلس في الشمس نيشان. وانا كنشوف الضوء كيدخل من شجره القيقب اللي حدا الدار، وكنفكر كيفاش بزاف د الحوايج في الحياه هي فاش كتوصل في اخر المطاف للبلاصه اللي كانت ديما مقدره عليك. غير هو شي مرات داكشي كياخد وقت اكثر من اللي خاصو. الا هاد القصه عجباتك ولا الا لقيتي فيها شي حاجه من حياتك، كنتمنى تبقى معنا للقصه الجايه. باقي عندي بزاف ما نعاود ليك. ورك على زر الاعجاب الا كنتي باقي هنا. خلي شي تعليق لتحت على شي مره فاش شي واحد فاجئك بالخايب ولا بالزوين، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.